في محافظة النجف بقضاء الكوفة، وفي هذا المنزل المستأجر الصغير يسكن أبو مسلم هو وعائلته المكونة من 4 أفراد، متعايشا مع مرض لازمه منذ سنين طويلة قاست عليه الدنيا، حتى وصل به الأمر إلى بيع أثاث المنزل الذي يؤويهم لتسديد بدل إيجاره. من نطلع العمال قل الشغل بالعمال، يعني مال مادي تعبان، فردنا بالبيت إيجار، الثلاجة بعتها على مود المصرف والإيجار. زين هاي قنينا ماكو والله وكيك لحد الآن ما متريقين. زين ثاني تجي الكهرباء الوطني شغل الهيتر ويسوون ريو. أبو مسلم لا يمتلك أي مصدر رزق يعينه على مشقة الحياة وصعوبتها سوى العمل في البناء، لكن إصابته بمرض الصرع وقفت أيضا لتغلق عليه باب الرزق، فاقتصرت معيشته على ما يقدمه له جيرانه وبعض الميسورين من معونات. والله العمل هاي من يدرون بيك مريض بسرعة، لو أوقع بالشغل ماكو ثاني يوم ما يطلعك، خاف أطلعه وأبتلي بيه. صورت حالتهم، شفتها حالتهم يعني كل صعبة، يعني هو بيت إيجار والبيت هو تعبان وإيجار، وهو الرجال عامل بناية يعني يطلع بالبناية، يوم يحصل يوم ما يحصل. فقلت له عماني جهد إمكاني، بلكي الله ذول الناس الميسورة بلكي يشوفون هذا المقطع راح نشره، وبلكي الله يساعدوه، لأن حالته كل صعبة. تو عندك جهال هاي طبخون عتشولة، قنيلة ما عندهم، طباخ ما عندهم. لو كان الأمر مقتصرا على الطعام لهانت مشكلة أبي مسلم، لكنها الآن مشكلة وجود وبقاء. هذه العائلة الفقيرة تبحث اليوم عن مصدر رزق يعينها على صعوبات الحياة، لكن من دون جدوى، مع تساؤلات المواطنين هنا عن حملات البحث عن الفقراء التي أطلقتها الحكومة بغية مساعدتهم. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.